انت فاكر ان اغلى حاجه بتمتلكها دلوقتي هي بيتك او عربيتك؟ لا، تبقى انت لسه عايش في فيرجن قديم جدا من العالم. دلوقتي اغلى حاجه بتمتلكها هو وشك، ملامحك، الانترفيس بتاعك. الخبر اللي هز مواقع التواصل الاجتماعي عن خابي لام وانه باع وشه بمبالغ خرافيه وصلت ل 900 مليون دولار. ده مش مجرد بيزنس، ده اعلان رسمي ان البشر بقوا ديجيتال براندنج. طب ازاي يا عم كود؟ النهارده هفك لك الصفقه دي، وازاي وشك ممكن يكون اغلى من اللي في جيبك. صح بقى معاك. خابي لام ما باعش وشه لشركه تجميل، هو باع الداتا، باع حقوق استخدام ملامحه للذكاء الاصطناعي وشركات الميتافيرس والالعاب. هو باع 3 دي موديل مشفر بحقوق ملكيه فكريه، واي حد عايز يستخدم وشه لازم يدفع بالدولار. الصفقه دي بتقول ان الهويه البصريه بقت اصعب من العملات الرقميه الثانيه زي البيتكوين والايثيريوم وخلافه. يعني هبسطها لك، تخيل كده فنان مات من 50 سنه والورثه بتوعه باع حقوق ملكيه وشه لصالح شركه انتاج. النهارده بنشوف الفنان ده بملامح حقيقيه 100%. ده القديم بقى، خد الجديد. خابي لام عمل ابديت للنظام كله. هو بدل ما يستنى الشركات دي تطلب منه انه يصور، رفع وشه على السيرفر وساب الكود يشتغل، وبيعمل له فلوس وهو نايم. تتضمن الصفقة تطوير نسخة رقمية مدمجة بالذكاء الاصطناعي لشخصية خابي. الثغرة هنا مش في خابي لام، الثغرة فينا احنا. انت عارف انك كل يوم بتعمل ابلود لوشك على مواقع التواصل وانت مش عارف؟ انا واحد من الناس بقول عادي، هيعملوا ايه بوشي؟ يعني هيحطوه في ميدل اوف اونر او جي تي ايه؟ طب يا ريت والله يا ريت. اي نعم خابي لام مش لذيذ في الشكل، بس هو فهم اللعبه، قرر ان ما يبقاش وشه اوبن سورس او مفتوح المصدر لاي حد بيستخدمه كده والسلام. ثم ينتج أو يتيح استخداما منظما لملامح وجهه ونبرة صوته. عن أي نبرة صوت يتحدثون؟ أنا لم أسمعه يتكلم إطلاقا. الخلاصه ان احنا داخلين على زمن مش هتعرف مين فيه الحقيقي ومين السكريبت. خابي لام ما باعش وشه، هو باع امن مستقبله الرقمي. وشك هو الكود الوحيد اللي ملوش نسخه تانيه، فحافظ عليه بقى. قولوا لي بقى في الكومنتات، لو اتعرض عليك تبيع حقوق ملكيه وشك بمليون دولار بس لشركات الالعاب، هتوافق ولا لا؟ وما تنساش انت مش مجرد مستخدم، انت المنتج نفسه.